تخيل إن 80% من نجاح يومك بيتحدد في أول 10 دقايق بعد ما تصحى، ومعظم الناس بتضيعها على الموبايل وإنت واحد منهم. قبل ما نبدأ، خليني أسألك سؤال واحد: إمتى آخر مرة كتاب غير يومك؟ لو نفسك تبدأ رحلة جديدة فأنت في المكان الصح. مرحبا بيك في قناة عبر وكتب، القناة اللي بتحول أقوى الكتب لأفكار بسيطة وتغير حياتك خطوة بخطوة. لو حابب تكمل الرحلة معانا، اشترك دلوقتي وجهز نفسك لباقي حلقات السلسلة، لأنها هتغيرك بطريقة يمكن أول مرة تسمعها. بيقول أنتوني روبنز: عشان تعمل تغيير عميق في الحياة تحتاج إلى الإلهام أو اليأس، فاليأس أصل معجزة الصباح. إزاي الكلام ده؟ أيوة، أنا هال الرود اتعلمت الدرس الثمين من ورا المقولة دي، وبرضه من خلال الكوارث اللي حصلت لي واللي قمت بيها. وزي ما انتوا عارفين، في الحلقة الأولى اتكلمنا عن الحادث اللي تعرض ليه هال الرود، وأما بالنسبة للكارثة التانية فكانت الديون التقيلة عليا، وأصبت بالاكتئاب الحاد فعلا. وفي عام 2008 تعرضت أمريكا لأسوأ ركود اقتصادي، وانهارت حياتي تماما في الفترة دي. ولو سألتني إيه الأسوأ بالنسبة لك، الحادث ولا الدين؟ أقول لك الدين والمشاكل المالية هي الأسوأ على الإطلاق من وجهة نظري. ولكن كل ده حصل في يوم غريب جدا، وبصباح أحد الأيام بعد ما اتعافيت من الإصابة قمت أقول أجري شوية وأسمع تسجيل صوتي عن التنمية الذاتية، عشان أحاول وأشوف حل للديون اللي حصلت لي والمشاكل اللي حصلت لي. فسمعت تسجيل صوتي لواحد اسمه جيم رون، وبيقول: نادرا ما سيتجاوز مستوى نجاحه مستوى ازدهارك الشخصي، لأن النجاح هو شيء ترذبه بحسب الشخص الذي تصيره. وفجأة وقفت الجري، وكأن شخص صدمني زي الحادث، وقعدت أسمع المقولة كذا مرة، وقلت بعدها أنا لازم أقرر آخد إجراء تغيير لحياتي كاملة. كلنا عايزين ال10 درجات في ميادين النجاح، ولو ما وفرناش الوقت عشان نخلق الحياة اللي عايزينها هيبقى الوصول أمر صعب جدا. فرجعت البيت بسرعة واستعديت عشان أغير حياتي حرفيا. والتحدي الأول اللي قدامي هو إزاي ألاقي وقت وسط التشتت والمشاكل اللي بمر بيها دي كلها. بس كان عندي قناعة دايما إن الازدهار الشخصي هو الأولوية في الحياة اليومية. ومن هنا انطلقت الأفكار تتدفق لعقلي. بس كان بيواجهني سؤال خطير جدا: ليه صعب بالنسبة لي وصعب على أغلب الناس إنهم يهتموا بالازدهار الشخصي؟ وساعتها افتكرت مقولة رائعة للمؤلف الناجح الشهير ماثيو كيلي في كتابه إيقاع الحياة، وبيقول: من جهة نريد جميعا أن نكون سعداء، ومن جهة أخرى نحرف جميعا ما يجعلنا سعداء، لكننا لا نفعل ما يجعلنا سعداء. لماذا؟ الأمر بسيط: نحن مشغولون جدا. مشغولون بماذا؟ مشغولون في محاولة أن نكون سعداء. طيب إزاي أحل مشكلة الوقت، وإزاي ألاقي الوقت المناسب عشان أعيش الحياة اللي أنا عايزها؟ قعدت أفكر مع نفسي وقلت بالليل طبعا في كمية انشغالات غير طبيعية، سواء من المكالمات أو الأحداث أو مسؤوليات البيت. طب ممكن ألاقي وقت الظهر؟ برضه لأ. ليه؟ لأن أغلب الوقت بكون مرهق من الشغل وبرجع تعبان وذهني مش صافي. يبقى مفيش حل إلا وقت الصبح. وهنا بقى جالي التفكير اللي كلنا عارفينه: إزاي يا عم أصحى الصبح، ده أنا كائن ليلي. ولكن فكر في الموضوع ببساطة: بقالك قد إيه نفسك تغير حياتك؟ بقالك قد إيه نفسك تطور من نفسك؟ بقالك قد إيه عايز تغير من حياتك المالية؟ يا صديقي المستمع الجميل، ربنا بيقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ومعنى سبات هنا أي جعل لكم النوم راحة تستريح به أبدانكم وتهدأ جوارحكم، ونشورا
معناها أي جعل النهار يقظة للحياة. يبقى نتعلم من القرآن هنا إن النهار موجود فيه الرزق كله والبركة كلها، وإنت غرقان في مشاكل كتير وتعب وديون، والسبب بسيط يمكن ما فكرتش فيه أصلا، وهو فترة الصباح من يومك. كان في كاتب قال مقولة قوية جدا أثرت فيا وبتقول: الساعة الأولى هي دفة النهار، وحين أتسكع أو أسير بلا هدف خلال الساعة الأولى بعد استيقاظي أميل إلى قضاء يوم ضعيف الإنتاجية، وحين أحرص على أن تكون هذه الساعة مثمرة فإن بقية النهار يميل أن يكون مثلها. يبقى إذا مشكلة إن ما عندكش وقت أو تعبان هنا اتحلت. بالمناسبة أنا واحد كنت زيك، لكن لما طبقت العادات دي فرقت في حياتي المالية بطريقة كبيرة جدا. لكن يا صديقي، ممكن يدور في ذهنك دلوقتي فكرة أقوم من السرير الساعة 5 الصبح أو 6، دي شبه مستحيلة. هقول لك كلامك صح، ولكن خليني أقول لك: إذا أردت حياة مختلفة عليك أولا أن تفعل شيئا مختلفا. ومن ساعة ما عرفت الجملة دي وأنا وسعت فكري وسجلت في النوتة عندي موعد الصحيان الساعة 5 الصبح. وعلى الرغم برضه مش عارف هعمل كده إزاي، لكن أخدت بالأسباب ونويت النية. وهنا التحدي التاني اللي واجهني، وهو إيه اللي هعمله في الساعة دي يعني هيغيرني ويحل لي مشاكلي. سمعنا كتير عن التنمية الذاتية والنشاطات والعادات، وخصوصا العادات الستة اللي فعلا بيها تقدر تحقق اللي نفسك فيه. وأولهم الصمت والكتابة والقراية والتوكيدات والرياضة والتخيل. فقلت الصمت حلو جدا، وأنا لو خصصت وقت لكل واحدة فيهم 10 دقايق وعملت كده لمدة أسبوعين مثلا، إيه اللي هيحصل؟ فقلت أجرب. وبالفعل يا صديقي جربت وحسيت فعلا بحماس رهيب جدا. لما المنبه رن الساعة 5 وقمت، حسيت إني رجعت لأيام الطفولة اللي كنت باصحى ساعتها بدري، وقُلت ياه! أنا فين من زمان؟ فطلّعت النوتة بتاعتي أشوف العادات ال6 اللي كنت محددهم وكاتبهم، وأولها طبعًا كان الصمت. ركزت في العادة دي على السلام والطمأنينة، وإزاي أخلّي ذهني صافي، وعملت تمارين التنفس لمدة 10 دقايق. وأما بالنسبة لتاني عادة وهي الكتابة، فكتبت الأفكار الخاصة بيا كأني بكلم نفسي وأحفزها، وأكتب إيه اللي يخليني سعيد ويرفع من معنوياتي. وتالت عادة هي القراءة. دايما كنت بقول هعمل إيه يعني بالقراءة، ولكن أول ما بدأت أقرأ لقيت قد إيه كمية المعلومات اللي بتختصر عني طريق كبير جدا، وقد إيه أنا كنت محدود. فقريت مثلا كتاب لنابليون اللي بيقول فكر وازداد ثراء، وخصصت وقت لمدة 10 دقايق واتغيرت أفكاري تماما. وأما رابع عادة فهي التأكيدات، وكانت هي مفتاح القوة والثقة بالنفس. أيوة يا صديقي، لو بتقول عليا مجنون جرب تقول الجمل الإيجابية لنفسك زي: أنا مؤمن بقدراتي، أنا لدي الطاقة والرغبة القوية، أنا منجم ذهب، أنا الآن أطلق سراح جميع معتقداتي القديمة السلبية. وكرر الجمل ديت وقولها بصوت عالي لنفسك بس لفترة من الزمن، وشوف التغيير اللي هيحصل لك. وأما بالنسبة لخامس عادة فهي التخيل. في يوم من الأيام شفت فيلم اسمه The Secret، وركزت إن أحلامي اللي عايز أوصل لها وأحققها، وحطيتها في لوحة كاملة وقعدت أتخيل وأحس بالسعادة لما أوصل وأحقق اللي نفسي فيه. وكنت بستخدم استراتيجية بسيطة هنا، بإن أغمض عيني وأتخيل الهدف وأحس بيه شعوريا. والأهم من ده كله إني كنت بنفذ بعديها مباشرة وأعمل على تحقيق الحلم ده، لحد ما فعلا في يوم لقيت كل اللي تخيلته اتحقق. ودي روعة لو جربتها تفرق معاك جدا جدا جدا. وبالنسبة لسادس عادة وهي الرياضة، افتكرت كلمة أنتوني روبنز لما قال: الحركة تخلق المشاعر. ومارست تمارين الضغط. ومن هنا يا صديقي
عشت فعلا يوم من الأيام الاستثنائية في حياتي، وكل قبل الساعة 6 الصبح، وبقيت فعلا قادر أحدد أهدافي بسهولة، وبنفذ الخطة لإنقاذ حياتي وعملي وزيادة دخلي بكل سهولة. فإيه رأيك يا صديقي البطل من النهاردة نطبق الست عادات دول لمدة 7 أيام، وتقول لي إيه اللي أنت حسيته، وهل فرق معاك من الست عادات دول فعلا ولا لأ؟ بس خليك صادق مع نفسك أولا، وتذكر دائما أن أكثر ما يحزن في الحياة هو أن يلتفت الشخص في نهايتها ويعرف أنه كان بوسعه أن يعيشها أفضل ويعمل أفضل ويحظى بالأفضل. ومن هنا نختتم حلقتنا المميزة، وبانتظاركم في الحلقات القادمة من قناة عبر وكتب.